تعالوا أقولكم عن وحدة من أكتر الأكلات يلي بيحبوها عندي بالبيت ودائما بيطلبوها بدون دجاج أو لحمة وبمكونات بسيطة. رح نعمل وصفة رهيبة لعشاق البطاطا يلي متأكدة منه إنه لو جربتوها مرة واحدة بس رح تعتمدوها ورح تعملوها دائما. الأحلى من هذا كله إنه بالضبط ب20 دقيقة بتكون جاهزة معاكم. وهلأ قبل ما نبلش بوصفتنا الرهيبة لليوم بتمنى ما تنسوا اللايك للفيديو، اللايك كتير مهم، والمتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. وهلأ يلا نبدأ. في البداية هون رح أحتاج لكيلو من البطاطا، طلعوا عندي تقريبا 4 حبات حجمهم متوسط. رح أقشر البطاطا وأغسلها ورح أبدأ بتقطيعها لكيوبس كبار بهذا الشكل، وبس أخلص تقطيع الكمية كاملة رح أنقلها على طنجرة فيها مية سخنة، بخليها على درجة حرارة مرتفعة لعند ما تنسلق عندي البطاطا وتستوي تماما. وبالصفاية بشيل البطاطا وبتأكد إنه أبدا ما فيها أي مي أو أي سوائل. وهلأ رح أحتاج لشوكة أو لهراسة البطاطا، بهرس البطاطا كتير منيح حتى تنعم معي وتصير طرية مثل العجينة. وهلأ رح أضيف عليها معلقة كبيرة ممسوحة من الملح مع نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة من البابريكا المدخنة، مع نص معلقة صغيرة من الثوم الباودر والبصل الباودر. هيك بكون ضفت كل البهارات. هلأ رح أعجنهم مع بعض كتير منيح، وبعد ما أعجنهم رح أضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت النباتي. وهلأ رح أضيف عليهم كوب إلا ربع من النشا. رح أرجع أعجنهم مع بعض شوي لحتى تمتزج عندي كل المكونات مع بعض. وهلأ رح أضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر لحتى تعطيني هشاشة، وكمان رح أضيف الخضروات. رح أحتاج لحبة صغيرة من الفلافل الخضراء فرمتها فرمة كتير ناعمة، وهنا كمان استخدمت حبة صغيرة من الفلافل الحمراء كمان مفرومة، لازم تكون كتير ناعم، مع ربع باقة من البقدونس فرمته فرمة ناعمة، وجزرة مبشورة على الناعم. وهلأ متابعيني الحلوين خبروني من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب أتعرف عليكم وأكون على تواصل دائم معاكم. اكتبوا لي بالتعليقات قد ايه بتعطوا هالوصفة من 10، وأكيد ما تنسوا اللايك، اللايك كتير مهم لدعم الصفحة. طبعا أنا بعد ما ضفت الخضار ضفت شوية من جبنة الموزاريلا تقريبا نص كوب، ورجعت عجنت البطاطا مع الخضار والجبنة. طبعا شو متوفر عندكم خضار بتقدروا تحطوا. وهلأ بمعلقة البوظة أو أي معلقة متوفرة عندكم، أنا رح أستخدم معلقة البوظة لتطلع عندي الحبات كلها بنفس الحجم. رح أخذ جزء من العجين ورح أبدأ بتشكيله بهاي الطريقة. رح أخلص الكمية كاملة ورح أحط الحبات على صحون غلفتها برول التغليف لحتى ما تلزق معي، ورح أدخلهم على الفريزر قبل بنص ساعة من قليهم. وطبعا كتير مهم وضروري وبالنسبة للقلي تقلوهم بزيت كتير خفيف، ما يكون كمية الزيت كتير كبيرة عندكم، وبنفس الوقت الحبات لازم يكونوا شوي بعاد عن بعض وقت القلي. وكمان أكيد فيكم تحطوهم بالإير فراير، طبعا أنا بحبهم بدون قلي بس الأولاد عندي بحبوهم بهاي الطريقة. هيك بنكون حضرنا أطيب وأشهى مقبلات البطاطا. وصفة بتستحق التجربة، كتير رح تعجبكم خصوصا لو كنتوا من عشاق البطاطا. بتمنى وصفتي لليوم تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوني من دعمكم ومن صالح دعائكم، صحتين وعافية على قلبكم يا رب مقدما.